حسن. دعنا نعترف أنه في الأدبيات والسرديات ديال المغرب على أن الشخص الأمازيغي أو الشرح شخص مصدر، يعني صور لنا الأمازيغي على أنه شخص يعني بخيل بدائي غبي وغيرها من الألقاب، والدليل ما تجسده يعني النكت المغربيه اللي كنداولوها، وايضا الامثال يعني قريب الشرح تيجي شي راجل، وهذا الازدراء هذا كيسبب احتقان للامازيغ خاصه وانهم يعني اهل الارض. تخيل انت في دارك كتعرض للهجوم والازدراء والسب والقذف، كيفاش غتكون رده الفعل ديالك؟ يعني هي ماشي مساله حقد على هذا السيد هذا اللي تكلم على الامازيغ، وانما هو مساس بمشاعر وبالمخيال الجمعي والشعور الجمعي لهاد الناس هادو. انا ملي كنقول الهويه يعني هذا الشيء ما كيتناقضش مع الهويه الاسلاميه العامه، بالعكس الهويه الوطنيه تعزز الهويه الاسلاميه، يعني ومن يرى غير ذلك فانه متعصب لا غير. والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مكه، وكان يعني كيبين الحب ديالو لذاك المكان. صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. هذا الحديث كيبين على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى مكة ويحبها أكثر من البقاع الأخرى طبعا، وهذا لا يتعارض مع الهوية الإسلامية كما قلت سلفا. ومن العيب والعار أننا وصلنا لهذا التقدم والحضارة والمعمار والإنسان باقي كيصدر الآخر على العرق ديالو.